السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو على أحلى متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني قوي يا حبايب قلبي. يلا بينا نصلي على الرسول ونكتب أكتر ذكر بتحبوه في التعليقات عشان لما غيرك يردده يتكتب في ميزان حسناتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعاوز أقولك كلمتين. في ناس مستنية الظروف تتحسن علشان تبدأ، وفي ناس تانية بدأت بالفعل. ربنا يبارك لها في الطريق. ما تستناش اللحظة المثالية لأنها غالبا مش بتيجي. ابدأ باللي تملكه ومن مكانك البسيط وباللي تقدر عليه. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة، وكل حافظ لقرآن كان يوما ما لا يحفظ شيئا، وكل إنسان ناجح جدا وكبير كان في يوم من الأيام ولسه بيفكر يبدأ وبرضه كان خايف من الفشل زيك. كل إنسان تايب دلوقتي وقريب لربنا يوما ما كان غارقا في الذنوب، ثم صدق مع الله فربنا هداه. لو وقعت قوم، ولو قصرت ارجع، ولو ضعفت استعن بالله. المهم لا تتوقف أبدا. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اسعى واتعب وخد بالأسباب وهتشوف فضل ربنا هيبقى كبير وهيدهشك ازاي. وبس كده. ولو لسه ما اشتركتش في القناة بدعوك تشترك وتفعل زر الجرس على إشعارات الكل عشان يوصلك مني كل جديد في قصصي وحكاياتي. قصتنا النهاردة بقلم الكاتبة الجميلة والمبدعة الأستاذة روضة السيد. يلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن ايه. بتبدأ قصتنا في فيلا فخمة وبصوت خبطة قوية جدا وعنيفة على الباب. بيقوم المستشار فؤاد يفتح وهو مستغرب. أيوة، مين حضرتك؟ في إيه؟ لقى قدامه فرد من أفراد الشرطة. أيوة، مين حضرتك؟ في إيه؟ إيه يا فندم، إحنا متأسفين جدا على الإزعاج. إحنا معانا أمر ضبط وإحضار وجايين نقبض على كريم ابن حضرتك. إيه؟ كريم ابني أنا؟ ليه؟ هو عمل إيه بالظبط؟ ابنك يا فندم كان سهران مع مجموعة شباب وتم ضبطهم متلبسين بحيازة مواد مخدرة في شقة الزمالك، وهو كان معاهم وزمايله اعترفوا عليه ومكانه اتحدد هنا. اتعصب فؤاد جدا من ابنه ومن تصرفاته المستهترة وبدأ ينده عليه بكل غضب. كريم يا كريم، انزلي هنا فورا لو سمحت. بينزل كريم بعد ما قام من النوم وهو عمال يفرك في عيونه متعصب جدا. في ايه يا بابا؟ إيه الصوت ده؟ ومين الناس دول؟ تعالى يا استاذ، تعالى اتفضل شوف اللي انت عملته، شوف فضحتنا هتبقى ازاي على كل لسان. اتفضل معاهم يا سعادة البيع عشان تتأدب وتبقى تروح تجيب لي حاجات مخدرة بعد كده. بابا في ايه؟ هو انا عملت ايه بس؟ ولا كلمة. يلا مع افراد الشرطة، يلا بالسلامة، خليهم يربوك. اما كريم بيمشي معاهم وهو مش فاهم في ايه. اما فؤاد بيطلع بعصبية وبيقرب من على سلم الفيلا وبيبدأ ينده على اولاده. يا عمر، يا ليلى، يا يوسف. عمر وليلى بييجوا بسرعة وبيطلعوا من أوضهم وبينزلوا على تحت. في إيه يا بابا على الصبح؟ في حاجة؟ في إنكم بوظتم على الآخر خالص. مفيش دم، مفيش مسؤولية. أخوكم الصايع الضايع رايح في قضية ممنوعات وأنتم قاعدين كده تتفرجوا. هو أنا كنت قصرت معاكم في إيه؟ ردت ليلى بضيق. واحنا مالنا بس يا دادي؟ هو اللي صايع وضايع، احنا بقى ذنبنا ايه؟ وبعدين ممكن تطلع قضية فوتوشوب عادي يعني والولد يطلع بريء. فوتوشوب؟ فوتوشوب في عينك يا جهلة انتي. دي نيابة وجنايات وفضيحة بجلاجل. اسمي سمعتي، حرام عليكم يا شيخة. في الوقت دوت يوسف بيكون نزل على صوت الزعيق. في ايه يا بابا على الصبح؟ ايه النايس دي كلها؟ الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده خالص ولا ايه؟ هي الساعة كام اصلا يا جماعة؟ واتعصب فؤاد. اهلا بالاستاذ التاني، الباشا نايم في مية البطيخ واخوه في الحجز. لا ده انتوا لازم تتربوا. الظاهر كده ان انا دلعتكم زيادة عن اللزوم وانتم الاربعة بقيتوا عالة على المجتمع. رد يوسف بمرح. هو انا مالي بس يا حجوج؟ ما انا كنت نايم في امان الله اهو. انا مش فاهم اي حاجة. كريم اتقبض عليه بجد ولا ايه؟ ردت ليلى. اه يا حبيبي بجد، امال هنهزر معاك في حاجة زي دي ولا ايه؟ طب خلاص بقى ما تكبروش الموضوع. مفيش داعي للدراما دي كلها. بابا اصلا مستشار ويقدر يطلعه منها بسهولة. انا هروح اكمل نوم بقى. رد عمر بعصبية. هو انت حمار يا ابني ولا ايه؟ انت مش فاهم حاجة. ابوك وسمعته وشغله اسمه هيتمس طبعا. عادي يعني يا عمور، هو يعني اول واحد يتقبض عليه في مصر هيرجع يعني هيرجع. بس يا ريت كنت سبتوني اكمل نوم بقى يا اخوانا. اما فؤاد اتعصب جدا وبدأ يصرخ فيهم. بس بقى مش عاوز اسمع صوت حد فيكم. يلا غوروا كلكم من قدامي. انا هروح بنفس النيابة اشوف المصيبة دي وحياة امي لما ارجع، بس لا هيبقى ليا تصرف تاني معاكم. البيت ده لازم يتظبط من اول وجديد. اما ربتكم ما بقاش انا فؤاد، المستشار فؤاد. وسابهم فؤاد وخرج بره الفيلا ورزع الباب وراه بكل قوته ومشي وهو متعصب.
وبعد وقت وفي مكتب فؤاد بيكون قاعد مع ماجد صاحبه واللي كان خلص حوار كريم، وكريم كان واقف قدامهم في نص هدومه واتكلم بخجل. مش محتاج مني اي حاجه يا بابا. لا يا بيه، غور يلا واسبقني على البيت، انا بس ورايا شويه شغل اخلصه واجيلكم. بيمشي كريم من قدامه وهو بيحمد ربنا ان باباه نجاه منها، وبيقعد فؤاد وبيحط راسه بين ايديه على حال اولاده بحزن. واتكلم ماجد صاحبه. خلاص بقى يا فؤاد، الموضوع خلص اهو، ولا كأن في حاجه حصلت. ما تزعلش نفسك، ده طش اولاد صغيرين، عادي يعني بتحصل. والله يا ماجد انا ما بقيت عارف اودي وشي فين من الناس. المستشار فؤاد الخولي ابنه يتمسك في اسم الشرطه بسبب كمان شبهه. لولا ان انت اتدخلت والموضوع خلص كان زمان حصل لي حاجه في المستشفى دلوقتي. لا لا يا فؤاد يا حبيبي، اهدى بس، حصل خير، الولد لسه طايش وكلنا في سنه كنا طايشين برضه. وما تقلقش، خلاص الموضوع خلص ورجع على البيت. كفايه عصبيه بقى يا فوقش. لا، العصبيه دي عشان اللي بيحصل من ورا ظهري يا ماجد. انا ولادي ضاعوا خلاص، كل اللي هممهم السفر والفسح بره، واللي مقضيها مع بنات، والبنت اللي مقضيها شوبينج وخروج، وكل شويه سيلفي سيلفي، وعماله تعمل لي مصايب في كل حته مع صحابها، والبيت تاني مصايب وممنوعات وقرف وكلام فارغ. انا مش عارف اعمل معاهم ايه يا ماجد، انا عمري ما قصرت، بجد تعبوني. اهدى بس يا حبيبي، انت بطبيعه شغلك انشغلت عنهم، امهم الله يرحمها، هتعمل ايه انت يعني؟ ايوه يا ماجد، اللي حصل حصل خلاص وبقى شحطه، ومش قادر عليهم. اجيب لهم مين بس يسيطر على البيت ده؟ ماجد بيفكر لثانية وفجأة عيونه بتلمع بفكرة. طب ايه رأيك تجيب لهم مربية، حد يقعد معاهم في البيت ويدير كل حاجة وينقل لك كل كبيرة وصغيرة، وتبقى عينيه عليهم كمان. مربية ايه يا اخي، دول يجننوها في يومين وتهرب من اول ساعة في البيت. انت مش عارف ولادي ولا ايه؟ دول ياكلوها صاحية. لا، ما انت برضو مش هتعين اي حد يا فوقش، انت تجيب لهم حد شديد جدا شخصيته قوية وما يهابش حد وما يخافش اي حد، ومعاه كل الصلاحيات منك، في نفس الوقت يكون بيفهم ومتربي صح على الأصول عشان يقدر يربيهم عليها. والاقيه فين الشخص بس ده بالمواصفات دي؟ هو في هنا مكاتب توظيف؟ ولا تقلق خالص يا حبيبي، ولا يبقى عندك فكر. انت عارف ان ليا قرايب في الصعيد، وهناك في بنت كده ظروفها صعبة شويتين، امها ميتة وابوها راجل مريض وتعبان، وهي الصراحة محتاجة للفلوس، ولو عرضت عليها مش هتقول اي حاجة. الصعيد مرة واحدة؟ وتفتكر هتوافق انها تيجي البلد هنا القاهرة؟ اكيد هتوافق، هي محتاجة الفلوس جدا عشان علاج ابوها ومصاريفه. انا هديك العنوان، روح وشوفها واتكلم معاها، ولو ارتحت لشخصيتها وحسيت انها تؤتمن توكل على الله، وانا اضمنها لك برقبتي. خلاص ماشي، ابعت لي العنوان والتفاصيل، هخلص اللي ورايا واروح. انا لازم اشوف حل وحد للموضوع ده. تمام يا سيدي، العنوان هيبقى عندك على الواتس، والبنت اسمها سلمى ناصر، ولو انت احتجت اي حاجة هناك كلمني، اشوف لك حد من قرايبي يسهل لك الوصول ليها. شكرا جدا يا ماجد يا حبيبي، الف شكر، هروح ابقى اطمنك عملت ايه. وسابه ماجد ومشي وهو عمال يفكر بحماس للفكرة دي، ازاي حد ممكن يجي ويربي اولاده وهم اصلا يطفشوا بلد. اما عند كريم وصل البيت ودخل لقى عمر قاعد ماسك الفون ومركز فيه وكان في عالم تاني خالص، وليلى حاطه هيدفون في ودنها عماله تتفرج على التيك توك ولا كأن في مصيبه حاصله اصلا من كام ساعه. انا جيت، رد عمر، اهلا بالبرنس، تعال اقعد بقى لما نشوف ابوك هيعمل معانا ايه بسببك يا سي كريم، منك لله يا بعيد، بوظت كل حاجه اكتر ما هي بايظه. انت جيت يا كيمو، تعرف بقى انت اول واحد في العيله يتقبض عليه في حاجه زي كده، بس بجد الكلبشات ايه، واو كانت هتاكل منك حته. بس بقى ليلى مش فايقلك والله، ربنا ما يكتب على حد. وبعدين وانا مالي يا لمبي، هو انا ذنبي ايه؟ انا كنت قاعد مع صحابي عادي وهما اللي كانوا مخبيين الممنوعات دي في الشقه، انا يا اختي ماليش دعوه. واتكلم يوسف وهو بيتاوب. ايه يا جماعه بقى؟ كريم رجع كفاره يا برو، بس بجد ايه الغباء ده، مش طبيعي يعني، من قله الاماكن تروح الزمالك ما كنت تسهر في اي حته تانية امان. وبعدين يا كيمو بجد المره الجايه ابقى اعمل حساب النايس دي، صحتوني من احلاها نومه. وتعصب عمر، نوم ايه وزفت ايه انت التاني، انت مش مستوعب الكارثه اللي بابا فيها، بابا هيفرمنا، زمانه جاي دلوقتي وشكله كده ناوي يعلمنا الادب كلنا، بس انا ذنبي ايه اتحبس في البيت بسبب واحد صايع زيه؟ بليز يا عمر كفايه دراما بقى لحد كده، بابي اخره كلمتين كالعاده ويهددنا بقطع المصروف وخلصت، وبعدين اللايف مستمره، انا ورايا شوبينج كتير بالليل ومش هخلي النكد ده يبوظ يومي ابدا. اما يوسف رجع لورا ونام على الكنبه. فكوكوا بقى يا عيال واقعدوا لما نشوف بابا هيعمل معانا ايه، يا رب بس يخلص بسرعه عشان ورايا ماتش بلاي ستيشن بالليل. اما في نفس الوقت فؤاد كان سايق عربيته ورايح على العنوان اللي ماجد اداهوله.
وفضل سايق وسايق لساعات طويلة جدا، وبص على الطريق اللي بدأ يتغير والمباني العالية اللي اختفت وبقت كلها أراضي زراعية وبيوت بسيطة. وبعد ساعات طويلة ووصل للصعيد، نزل من العربية وبدأ يمشي بين البيوت وهو بيسأل على بيت ناصر لحد ما وصل لحد واسع قدام بيت كبير باين عليه العز، ولقى لمة وناس واقفة وصوت خناقة عالي جدا. لقى بنت واقفة بكل ثقة، ملامحها قوية ومش خايفة من الراجل اللي واقف قدامها، والست الكبيرة اللي عمالة تزعق فيها. واتكلمت سلمى بغضب: وانت قولي لي الاول سبب مقنع يخلي ابنك يمشي ورايا في الرايحه والجايه، ليه فاكرني اسكت له ولا ايه؟ ردت الست الكبيره ام الولد واللي اسمها ميرفت: جراه يا بنت يا سلمى، اتعاد لي في الكلام يا اختي وقفي عوج، انت بتتكلمي معايا بيه؟ نسيتي نفسك ولا إيه يا بيه؟ ما نسيتش نفسي يا حاجه، بس ابنك بيتعدى حدوده معايا. يتعدى حدوده ايه يا بيه؟ هو ابني يسيب بنات البندر كلهم ويبصلك انتي؟ ما تظبطي حالك كده. هو انت مش بتاخدي فلوس عشان تشتغلي هنا وتديري البيت؟ يبقى تقعدي وانت ساكته. واتعصبت سلمى جدا: واه انا بشتغل بعرقي وباكل ابويا العيان بالحلال، مش بايعه نفسي ليكم، ولو فلوسك كده يا اختي حرجاكي قوي هتذلني بيها وتخلي ابنك الصيع الضايع يتعرض لي، اني مانيش عاوزاها ولا تلزمني اشحت ولا اقبل قله القيمه دي. قرب ابن ميرفت جه يتكلم: يا بنت هجالي بقى يا سلمى. بنت اما تبتك يا اخوي، ما تندقش اسمع على لسانك تاني عاد، فاهم ولا لا؟ شغل هام. سابتهم ومشيت وهي متعصبة، أما الناس كانت واقفة تتفرج. فؤاد كان واقف ومراقب الموقف كله من البداية وابتسم بإعجاب شديد. معقولة هي دي سلمى؟ البنت شخصيتها قوية فعلا، بس هل هتقدر تسيطر على الولاد ولا إيه؟ مشي وراها بسرعة: يا أنسة يا أنسة سلمى. سلمى وقفت فجأة ولفت بصت له من فوق لتحت، لقيت راجل شيك جدا ولابس بدلة وباين عليه الهبة. اتكلمت بحذر: أيوة يا باشا، من حضرتك وعاوز إيه؟ شكلك مش من هنا واصل. أنا المستشار فؤاد صديق، الأستاذ ماجد اللي يقرب لك من بعيد قال لي عليكي، ممكن أكلمك في موضوع لو ما فيهاش إزعاج؟ أهلا وسهلا يا باشا، بس الكلام في السكة عيب وما يصحش، اتفضل معايا للبيت تقعد مع أبويا وتتكلم براحتك. مشيت قدامه لحد ما وصلت لبيت بسيط جدا. دخل فؤاد ولقى راجل عجوز قاعد على السرير وباين عليه المرض والتعب. اتفضل يا باشا استريح، ده ابويا الحاج ناصر، ثواني اعمل لك واجب الضيافه. فؤاد قعد وسلم على ناصر، وبعد شويه سلمى دخلت بالشاي. انا سمعت انك ماسكه بيت الست ميرفت من سنين. ايوه يا باشا، كنت بمشي البيت الكبير قبل الصغير، لكن ابنها تجاوز حدوده معايا فسبت الشغل واصل، الله الغني. طيب بصي يا بنتي، انا هكون صريح معاكي جدا. انا راجل مستشار وشغلي كله في الجنايات وفي القضايا الصعبة، ومراتي متوفية من سنين. عندي 4 اولاد، 3 صبيان وبنت، وحالهم الصراحة ما يسرش، بايظين على الآخر، مفيش أي التزام خالص، ضياع واستهتار. والنهاردة الصبح ابني الكبير كان هيتحبس في قضية ممنوعات لولا ستر ربنا، وأنا ما عنديش وقت أتابعهم وأهتم بيهم، ومحتاج حد شديد زي كده يمسك لي البيت. واه، وأنا مالي ومال الحوار ده كله يا سعادة الباشا؟ ما انا بقولك يا بنتي، عاوز حد جديد، عايزك تيجي معايا القاهرة تشتغلي مربية ومديرة للبيت كله، معاكي كل الصلاحيات تهتمي بيهم، وعايزك تعملي لهم إعادة تأهيل من أول وجديد، ومقابل ده أنا هديكي مرتب شهري 30,000 جنيه، وهتكوني مسؤولة عن كل قرش في البيت كمان. أما ناصر قال بتعجب وتعب: كام يا باشا؟ حضرتك قلت 30,000 جنيه في الشهر؟ أيوة يا حاج، وبنتك تستاهل، وانا شفت موقفها بره وعارف انها هتحافظ على بيتي واولادي بغيابي، وطبعا هتحافظ على نفسها. واه، عاوزني اسيب ابويا هنا في الصعيد واجي معاك القاهرة؟ ده الموضوع كبير جوي جوي يا باشا. طيب بس فكري يا بنتي، انا مش طالب منك رد دلوقتي. ماشي يا باشا، هفكر وارد عليك كده، هتشاور انا وابوي واجيب لك الرد. ماشي يا سلمى، فكري براحتك وعرفيني، وده رقم تليفوني في الكارت بتاعي، ويا ريت تردي عليا في اسرع وقت، مستني مكالمتك. وسلم عليهم ومشي. وبعد ما مشي سلمى قعدت جنب ابوها على السرير والكارت في ايديها وهي مش مصدقه. واه، ايه رايك يا ابوي في الحديد ده؟ الست ميرفت هناك بتديني 5000 جنيه بالعافيه، وكل شويه ابنها يضايقني ولا كاني بشحت منيها وبتمن عليا بالقرشين، ودلوقتي يجيلي عرض ب 30,000 جنيه مره واحده. يا بوي انا مانيش مصدقه والله. يا بنتي الفلوس زينة وهتعالجني وتسترنا، بس أنا خايف عليك يا ضنايا، مش عاوزك تتبهدلي، مصر وعرة جوي، والعيال اللي بيتكلم عنيهم دول شكلهم متجلعين على الآخر وصيع كمان، وخايف عليكي منيهم. واه،
خايف عليا انا يا بوي؟ عيب تقول الكلام ده. ده انا سلمى بنتك وتربيتك، واللي يجرب مني اكله صاحي. العيال دول لو متدلعين هربيهم من الاول وجديد، وهخليهم يمشوا على العجين ما يلخبطوهوش. انا هفكر كده واستخير ربنا واتوكل على الله عشان علاجك يا بوي، عشان نخلص من زول الناس لينا هنا. واه يا بنتي، يعني هتروحي ولا ايه؟ ما تقلقش يا بوي، العرض كويس جدا وما يترفضش ابدا وما يضيعش من يدنا واصل. احنا محتاجين القرشين دول عشان علاجك وعشان نعيشوا مستورين. ما تخافش عليا يا واصل يا ابو سلمى. ماشي يا بنتي، ربنا يصلح حالك ويرزقك برزقي، بس خدي بالك من نفسك. مصر مش زي هنا، والناس هناك طباعها مختلفة. ولا تقلق يا بوي، الرك على الاصل والتربية يا حبيبي. انا هخش انام دلوقتي عشان تعبانة. بكرة الصبح هرن على سعادة المستشار واقول له اني موافقة على الشغلانة دي. سبته سلمى وغطت باباها ودخلت على اوضتها، وهي عمالة تفكر في حياتها اللي هتبقى في القاهرة. كانت خايفة من جواها، بس اقنعت نفسها ان كل شغل وانها قد الشغل ده. وبعد يوم كامل في الطريق، فؤاد كان ماشي وهو مبسوط إن هيجي اللي يربي ولاده. وأول ما وصل للفيلا فتح الباب، دخل لقى أولاده الأربعة قاعدين تحت ومستنيينه، وباين عليهم الاستهتار. بص لهم بكل غضب، وقف شوية ولكنه ما اتكلمش معاهم، وطلع على فوق ورزع باب أوضته. وهما بصوا لبعض باستغراب. واتكلم عمر: ايه ده؟ بابا دخل وما اتكلمش خالص كده ليه؟ لا لا لا، الموضوع ده مش طبيعي. ده انا كنت مستني علقة سخنة او انه يبهدلنا حتى. شفت بقى؟ قلت لك بابا مش هيعمل حاجة، اخره النظارات دي وخلاص. سيبك بقى، مفيش عقاب ولا اي حاجة، فك شوية يا هم. واتغاظ عمر: اتوكس يا جهلة انتي، ده هدوء ما قبل العاصفة. بابا لما بيسكت كده بيبقى بيخطط لمصيبة سودة على دماغنا كلنا. اسمعي مني انا، المستشار فؤاد مش هيعدي حوار البتاع ده على خير، والاسم ده بالساهل. ورد يوسف: يا عم عاصفة ايه ما تتنيل، تلاقيه هبط بس من اللف في النيابة طول النهار ودخل ينام. سيبونا احنا كمان نتخمد بقى. ماشي يا اخويا، اتفضل اتخمد، ما هو ده اللي انت فالح فيه. وتاني يوم الصبح وفي اوضه فؤاد رن رقم تليفونه، لقاه رقم غريب. الو، مين معايا؟ ازيك يا سعاده المستشار، انا سلمى ناصر. فكرت في الحديث بتاع امبارح، وزي ما قلت لي انا موافقه على الشغلانه دي وجاهزه من دلوقتي. بجد يا بنتي؟ ماشي، تنوري القاهره كلها. انا هبعت السواق بتاعي حالا يجيبك بالعربيه لحد باب الفيلا هنا. يلا جهزي نفسك. جاهزه يا باشا، ومسافه السكه. قفل معاها وقال لنفسه: أخيرا هربيكم يا شوية صيع، ده أنا هعلمكم الأدب من أول وجديد، وربنا ما هرحمكم يا فشلة. وبعد يوم كامل الصبح الشباب كلهم كانوا نايمين في سابع نومة. وصلت العربية ونزلت منها سلمى وهي شايلة شنطة هدوم بسيطة، وكانت لابسة عباية سودة والطرحة بتاعتها. فؤاد استقبلها بنفسه على الباب: أهلا أهلا يا سلمى يا بنتي، اتفضلي. سلمى دخلت وبصت حواليها بانبهار شديد. الفيلا كانت واسعة جدا، السلالم رخام والنجف كريستال والفرش مودرن على أعلى مستوى. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده كله يا سعادة الباشا؟ ده بيت ولا قصر من بتوع الأساطير؟ ربنا يزيدك من نعيمه يا رب. تسلمي يا بنتي، من النهاردة ده بيتك التاني خلاص. دخلت سلمى وبتبص يمين وشمال واستغربت من الهدوء ده. أمال فين الأولاد يا سعادة الباشا؟ مفيش أي صوت واصل ليه؟ هم مش هناه ولا ايه؟ أصلهم يا بنتي مش بيصحوا غير الظهر، حياتهم مقلوبة، طول الليل سهر وطول النهار نوم. واه، الظهر؟ عيال شحاطة طول عرض كده يناموا للظهر؟ ليه؟ ده احنا في البلد بنصحى من النجمة نشوف مصالحنا. اهو ده اللي هما فيه يا بنتي، عشان كده عاوزك انت تظبطيهم. استني عليا، هطلع اصحيهم لك دلوقتي واجيب لك تشوفيهم. فؤاد طلع على الاوض وبدأ يخبط بعنف وزعيق: عمر، يا كريم، يوسف، يلا اصحوا حالا، الا وربنا هقطع عنكم المصروف والنت سنة كاملة لقدام. يلا دقايق وتكونوا قدامي تحت. الشباب صحيوا مفزوعين من صوته، وبعد شوية نزلوا ورا بعض وهم عمالين يفركوا في عيونهم. يوسف كان لابس فانيلا وشورت مش واخد باله ونزل جري على تحت على طول. ولما نزلوا الصالون اتصدموا لما لقوا بنت غريبة واقفة وبتبص لهم نظرات فاحصة وقوية جدا من فوق لتحت، وكان مش عاجبها منظرهم. اتكلم عمر باستغراب وهمس لكريم: مين دي يا ابني؟ دي جاية تبع وزارة الصحة ولا ايه؟ ورد يوسف: ايه يا بابا اللي على الصبح كده؟ ومين الأبلة اللي واقفة هناك دي؟ جاية تعمل ايه هنا؟ أبلة؟ أبلة في عينك يا واد يا مسهوك انت، اتعادل وانت بتتكلم معايا عاد. والهدوم اللي انت لابسها دي فين حيا الرجالة؟ لابس لي حتة قماشة ولا ايه؟ واتصدم يوسف: وات از ذس؟ بابا مين دي حالا؟ مين اللي بتكلمني كده؟ دي همجية جدا على فكرة، المفروض تتكلمي بأسلوب أحسن من كده. دادي بليز، مين الكاركتر دي؟ دي شكلها اوت اوف فاشن خالص، وجاية من العصر الحجري دي ولا ايه؟ وايه العباية دي كمان؟ سلمى حطت ايديها في وسطها بغضب:
كاركتر في عينك يا بت انتي، وبعدين ايه دادي لما يددي في حتك يا رب. وضحك كريم غصب عنه. يخرب بيتك يا ليلى، البت كانت هتاكلك، شكلها جايه من صعيد مصر، مبروك. عمر بص لفؤاد بعصبيه. بابا لو سمحت سيبك من الهزار ده، مين دي بجد؟ واللي بتزعق فينا في بيتنا كده وانت واقف ساكت؟ اعرفكم، دي سلمى المربيه الجديده ومديره البيت هنا، وهي المسؤوله عن كل كبيره وصغيره، والفلوس والمصاريف كلها تبقى تحت ايديها، والشرط الجزائي بيني وبينها انكم تتأدبوا من اول وجديد. وصرخ عمر. مربيه؟ بابا انا مش صغير على الكلام ده عشان تجيبوا لي مربيه، ده انا شاب وفي الجامعه وعندي برستيج وصحابي. اما كريم انهار. بابا اكيد حضرتك بتهزر معانا، لا احنا مش صغيرين عشان تجيب لنا واحد تهتم بينا. وبعدين ما انت شايف لغتها عامله ازاي، دي هتعمل لنا اعاده تاهيل، دي ايه الطريقه البلدي اللي هي بتتكلم بيها دي اصلا؟ اما سلمى قربت من كريم وقالت بغل. واه، انت اللي بتتكلم يا واد يا كريم، ده انت تسكت خالص، ده انت جايب لابوك الفضايح وممسوك في قضيه، انا لو مكان ابوك كنت علقتك في سقف الصاله دي وجلدتك لحد ما تجولي يا بس. كريم بلع ريقه لانه اتفضح قدامها ورجع خطوه لورا واستخبى ورا عمر. بابا ما انت شايف البنت دي بتتكلم ازاي، دي خطر على الامن القومي للبيت، بابا بليز قول ان ده مقلب الواحد فيه اللي مكفيه والله. واتكلم فؤاد. خلاص ده اللي عندي، كلمتي سيف على رقابكم كلكم، من هنا ورايح الكلمة الأولى والأخيرة لسلمى، وإياكم ثم إياكم ما تسمعوش الكلام أو يجي منكم أي شكوى يا حوش. وجه كلامه لسلمى. بص يا سلمى يا بنتي، اعتبري البيت بيتك براحتك، عاوزك تنفخيهم، هو وصل الموضوع للضرب مفيش مشكلة، ما يهمكيش من حد، أنا في ظهرك، ودلوقتي أنا هسيبكم ورايح على الشغل، والمحكمة والساحة ليكي، ظبطيهم انتي بقى. ابتسم فؤاد وسابهم وهو بيمشي وهو بيضحك بانتصار. أما سلمى بعد ما مشي بصت لهم بكل شر. أهلا بيكم يا فاقدين التربية من النجمة، بكرة الطابور هيبدأ، واللي مش هيسمع الكلام هخليه يندم على اليوم اللي اتولد فيه، معايا كل الصلاحيات زي ما انتوا شايفين. رد عمر. طابور ايه ده معلش، هو احنا في مدرسة ابتدائي ولا ايه؟ لا يا اخويا، اعادة تأهيل للعيال البايظة اللي قدامي دي. بصي يا أبلة، أيا كان لقبك ايه يعني، أنا مستحيل أصحى بدري، أنا أصلا بنام الفجر. وانا مالي يا بنتي، انت تنامي الفجر ولا الظهر؟ بكره الساعه 6 تكوني واقفه قدامي هنا، ولا هجيب ميه ساقعه اغرقك بيها في سريرك. واي، دادي جاب لنا واحده ارهابيه ولا ايه؟ يا بابي يا دادي لحقنا. وسلمى بدات تضحك. عشان انا طيبه بس هسيبكم النهارده، مش هشد عليكم، بس خليكم فاكرين بكره الساعه 6 اديني بلغتكم، ولقد اعذر من انذر. وسابتهم سلمى وراحت على المطبخ. وعدى اليوم، وتاني يوم الصبح الساعة 6 صحيت سلمى من بدري ومسكت حلة وغطا وفضلت تخبط بيهم جامد في وسط الفيلا من تحت، وقالت بزعيق. اصحى يا فاشل منك ليه، الطابور يا شحوطة، الساعة بقت 6، يلا على الجنينة تحت فورا. ليلى كانت سمعت الصوت ده وقامت بانزعاج. يا ربي بدأنا بقى في القرف. وخرجوا كلهم بنعاس، وأول ما نزلوا على تحت. يلا على الجنينة، مش عاوزة اعتراض، لأن اللي هيعترض هلبس الحلة دي في راسه دلوقتي. ورد يوسف. لا وعلى ايه، الطيب احسن. وقال كريم. ربنا على الظالم والمفتري والله. يلا يلا ياض منك ليه، مش عاوزه برطام انا. نزلوا كلهم جري ووقفوا في الجنينه، واتكلم يوسف وهو نفسه ينام. هو احنا داخلين على الجيش ولا ايه المورنينج المرعب ده؟ لا يا حبيبي، الجيش ارحم، الجيش في وسايط، لكن هنا مفيش يا مرحميني، اتعادل في وقفتك يلا بدل ما اعدلك بمعرفتي. اما ليلى بصت في التليفون بتاعها وصوتت. نو، انا شعري باظ كده ليه، الكيرلي بتاعي راح والسكين كير باظت خالص، انا لازم اطلع اظبط نفسي يا سلمى لو سمحتي. واه، شعرك باظ؟ صدقي بالله يا شيخه، انا اللي اعصابي باظت منيكي من ساعه ما شفتك وشفت السهوه اللي انت فيها دي. جرايه يا به، اتعدلك ده ومفيش طلوع من هنا خالص، انسي لحد ما اخلص. يلا يلا منك ليه، قدامي خدوا الجنينه دي لفه 10 مرات، يلا ابدأوا. وبدأوا يجروا وهما بيتحاسبنوا عليها، ويوسف كان بيجري وهو بيغمض عينه ومش حاسس بأي حاجة، وفجأة اتكعبل ووقع في حمام السباحة. وأول ما طلع بياخد نفسه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سلمى ويا بنت أم سلمى. ماله، مكان الواحد نايم ومرتاح ولا بيهش ولا بينش، ليه بس الدراما دي كلها على الصبح، حرام عليكي كده. أحسن عشان تفوج يا فالح، اطلع يلا يلا كمل جري مع اخواتك وبلاش برطمة، فاهم ولا لا؟
قام وفضل يجري معاهم، وبعد ما خلصوا العذاب ده كله دخلوا الصالة وكانوا مرهقين جدا. في الوقت دوت بينزل فؤاد من الدور التاني وهو لابس ومتشيك عشان يروح شغله. بص على منظرهم وابتسم بانتصار. صباح الخير يا سلمى، ها إيه الأخبار معاكي؟ طمنيني، الشغل بدأ؟ واضح إن مفعوله باين من أوله هو اللي إيه. صباح النور يا سعادة المستشار، ما تجلكش واصل، العيال كانوا محتاجين جرسة ودن بس، واهو نزلوا الطابور وشدتهم وخدوا لفة في الجنينة عشان يفوجوا بالدلع اللي كانوا فيه ده. وكمان الواد يوسف نزل يعمل غطس في المسبح عشان ينشف شوية من السهواكة دي. جريت عليه ليلى، بابي الحقني بليز، يا ريت تمشيها من هنا، دي ولا اللي جايه من العصر الحجري صحتنا الساعه 6 الصبح بحله وغطا وبهدلت لي شعري والكيرلي باظ خالص، عايزانا نلف في الجنينه، لا انا مستحيل في التيتشر ده. واتكلم عمر بضيق. يا بابا بجد الموضوع ده بقت فيري هارد، احنا شحطه زي ما بتقول، ينفع نتهزق في بيتنا في الرايحه وفي الجايه، وايه قدام الشغالات كمان؟ انسوا خالص يا حبايب بابا، مفيش دلع من تاني في البيت ده، والبابي والدادي اللي كنتوا متعودين عليهم دول زمان خلاص مفعولهم انتهى، انتوا لازم تتربوا من اول وجديد، واللي هتقولوا سلمى هو اللي هيمشي على ابيكم كلكم. يلا يا سلمى انا سايبهم في امانتك ورايح الشغل، البيت كله تحت امرك وتحت تصرفك، لو احتجتي اي حاجه او حد فيهم قرفك بس رني عليا على طول في التليفون وانا هعرف اتصرف معاهم بطريقتي. توكل على الله يا سعادة الباشا، نهارك أبيض وسيب لي الجمل بما حمل، روح شغلك وأنت مطمن، وهما ما تجلكش هيتظبطوا، يعني هيتظبطوا. مشي فؤاد على شغله وهو فرحان ومطمن جدا. أما سلمى التفتت ليهم، يلا يا حلوين كل واحد يحط تليفونه هناه من سكات. وقف عمر بعصبية، لا مستحيل، ده إيه التهريج ده، أنا عندي ميتنج مهم جدا مع صحابي. ميتنج ايه يا واد، اخرج ميتنج ليك كان على البلاي ستيشن، حط التليفون هنا يا واد وبلاش عناد. لا ده تعدي واضح على الحريه الشخصيه، انا عندي فولورز على التيك توك ومستنيين اللايف بتاعي، ما ينفعش اتاخر عليهم يا سلمى. مش عاوزه نقاش يا روح عن سلمى، حط يا بت التليفون بدل ما اكسرهولك. حطوا كلهم تليفوناتهم وهم متضايقين، حطوه من سكات. بصت سلمى وهي مربعه ايديها، الله عليك يا بنت يا سلمى، وماله كده لما تسمعوا الكلام، اقعدوا بقى خدوا هدنة من السوشيال ميديا عقبال ما ادخل اعمل لكم الوكل. بصت ليلى لعمر، الحق يا عمر دي بتقول سوشيال ميديا. اسكتي يا بنت بدل ما تسمعنا، مش عاوزين وش خليها تروح من قدامنا. وبالفعل قعدوا مستنيينها. أما عند فؤاد بيدخل مكتبه ويبدأ شغل على القضايا بتاعته، وبعد شوية بيدخل ماجد عليه ومعاه أوراق. صباح الخير يا فؤاد، ها ايه الأخبار؟ شايفك جاي النهاردة ووشك منور، ها يا رب تكون المشكلة اتحلت. صباح الفل يا ماجد، الحمد لله، تقدر تقول كده ان الخطة بدأت تجيب مفعول. من اول كام ساعة انا لسه سايب البيت والعيال في امانة سلمى، كانوا واقفين في الطابور زي العساكر. بنوتة كويسة جدا، وقفتهم كلهم على رجل واحدة من أول يوم، وصحتهم الساعة 6 الصبح بحلة وغطا، ونزلتهم الجنينة يجروا، وبصراحة ظبطهم ظبط عتلة ولا الجيش. مش قادر اتخيل شكل ليلى وعمر وهم صاحيين الساعة 6 الصبح. بصراحة يا فؤاد مش خايف الشدة دي تخليهم يطفشوا او يعملوا مشكلة مع البنت؟ دول متدلعين لاخر درجة بصراحة. لا ما تخافش، سلمى شخصيتها قوية جدا ومش بتهزر، انا شفتها بعيوني في الصعيد كانت ماسكة الولد تشطفه هو وامه، بس الصراحة البنت كانت على حق، وانا الصراحة اديتها التصرف الكامل، مفيش دلع من تاني، لازم يعرفوا ان الله حق ويتحملوا المسؤولية. ماشي يا سيدي ربنا يطمنك، يلا بقى نركز في الشغل بتاعنا عشان ورانا شغل بالهبل. وبدأوا يكملوا شغلهم. أما عند سلمى دخلت المطبخ تجهز لهم الفطار، كانت بتعمل فطير مشلتت وعسل وجبنة قديمة، والريحة كانت قلب الفيلا كلها. أما يوسف ريحة الأكل جوعته، راح وقف وراها وحب يستظرف ويعكسها. قال بغمزة، بس يا سلومة ريحة الأكل اللي اتجنن دي، انت الصراحة في المطبخ كده شكلك كيوت خالص، ما تيجي ننسى حوار الطابور ونجيب منصور. سلمى اتصدمت من كلامه، تجيب مين يا واد؟ ده انا اللي هجيب اجلك دلوك. سلمى لفت في ثانية وخلعت الشبشب من رجليها وبدأت تجري وراه في الطرقة والفيلا كلها، ويوسف بقى يجري قدامها وعمال يصرخ، خلاص خلاص يا سلومة بهزر والله، البرستيج بتاعي ضايع يا ناس. ونزل يوسف يجري بأقصى سرعة وسلمى وراه. أما عمر وكريم كانوا قاعدين في الصالة وجريوا بسرعة يسلكوا ما بينهم قبل ما يوسف يروح فيها. عمر مسك سلمى من ايديها وهو بيحاول يهديها، اهدي بس يا سلمى، في ايه؟ الواد هيموت في ايدك خلاص. يوسف غبي واحنا عارفين، معلش بقى المسامح كريم المرة دي، ده لسه طالع من البسين وجسمه مبلول مش مستحمل ضرب. سلمى وهي ماسكة شبشب في ايديها وتبص ليوسف بغل، اصل الواد ده جليل الحياة ومحتاج جص لسانه، جاي يتسهوك في المطبخ ويقول لي سلومة ونجيب منصور، انا هجيب اجله دلوك واخليه يلف حوالين نفسه.
يوسف كان واقف ورا عمر وهو بينهج. يا عم كنت بهزر معاكي والله، ايه ما بتهزريش خالص، وبعدين في ايه يعني؟ ده افيه شعبي يعني، ما كانش قصدي حاجه. برستيج اتبهدل خالص يا اللي منك لله. سلمى شاورت بالشبشب. اكفل خصمك يا دنتا، بدل ما اجي اكمل عليك واخلص عليك، يلا غور من قدامي، عكرت مزاجي. وسلكوهم من بعض، وعمر قال طب خلاص بقى يا جماعه اهدوا، الموضوع خلص، يلا عاوزين حاجه انا خارج. سلمى لفت له وحطت ايديها في وسطها. على فين يا شملول؟ مفيش خروج، ورايح فين في الوقت ده ومن غير اذني كمان؟ نعم يا اختي، وانت مالك اصلا؟ استاذن منك باماره ايه؟ امي؟ انا خارج مع صحابي ومش متعود اقول لحد رايح فين وجاي منين. واه واه واه، اتعدل يا واد وانت بتتكلم معايا واصل، خد بالك من كلامك عشان ما غلش فيك. انا هنا مسؤوله عن كل خطوه، وساعات المستشار عطيني اللزم. دلوقتي ما فيش مروح في حته، ادخل جوه، مش هكرر كلامي تاني، هو اللي خلي الشبشب يسلم على وشك ونخلص وبقى. عمر اتضايق جدا وكان خايف فعلا لا تقول لباباه، سابهم ومشي من قدامهم وهو متعصب قوي. سلمى بصت للتلاتة. انا داخله اكمل واكل في المطبخ، ما اسمعش حس حد فيكم، فاهمين ولا لا؟ وسابتهم ودخلت تكمل. اما عمر اتنرفز جدا واتكلم مع اخواته. يا جماعه مستوعبين اللي بيحصل لنا ده احنا في الجامعه والبت دي متحكمه فينا كده بزياده وموقفانا زي التلامذه في بيتنا. رد كريم. يا عم سيبك منها، دي عندها ربع طاير، اراهنك انها مجنونه اصلا. لا لا يا كريم، بابا لازم يشوف حل في المصيبه دي، احنا مش هنفضل محبوسين كده بسببها. في الوقت دوت رن جرس الباب وجريت ليلى علشان تفلح بسرعه، كانت صاحبتها نور. ليلى مسكت ايد نور بسرعه وشدتها لجوه وقالت بصوت واطي. تعالي بسرعه ادخلي قبل ما الست دي تشوفنا وتعمل لنا حوار. واستغربت نور. ايه في ايه مالك يا ليلى وبتتكلمي كده ليه؟ مين الست دي اصلا؟ تعالي تعالي بس يا نور هفهمك كل حاجه فوق، يلا اطلعي على اوضتي. وطلعوا هما الاتنين وجريوا على اوضه ليلى وقفلوا الباب. نور قعدت على السرير وهي مستغربه. يا ستي في ايه؟ احكي لي، شوقتيني. دادي جاب لنا مصيبه في البيت يا نور، واحده مربيه صعيديه صحتنا الساعه 6 الصبح بحله وغطا، وبهدلت لي الشعر والكيرلي باظ وخلتنا نلف في الجنينه، ويوسف وقع في البسين، وكمان اخدت تليفوناتنا كلها ومنعنا من السوشيال ميديا. بجد انا حاسه ان عيشتنا بقت مقرفه وكاني في زنزانه. يا لهوي بجد دي صعبه موت، وريت في لاجع على الاخر. طب انت دلوقتي نفسيتك متضايقه ومخنوقه صح؟ اه طبعا متضايقه ونفسيتي في الارض ومظلومه جدا في البيت ده. طب بصي، انا سمعت ان الرقص بيحسن الحاله المزاجيه جدا وبيخرج الطاقه السلبيه كمان. ايه رايك بقى نقوم نرقص ونفك كده وننسى النكد ده؟ اوكي حلو قوي، يلا بينا بقى نشغل اي حاجه ونفرفش لنا شويه. نور طلعت تليفونها وشغلت مزيكا وبدا يرقصوا ويفرفشوا شويه. اما تحت في المطبخ كانت سلمى خلصت الفطير، رصته على السفره، فطير وعسل وجبنه قديمه. بصت للشباب قدامها. امال فين اختكم؟ مش باينه ليه من الصبح؟ رد يوسف. ليلى فوق مع اوضتها مع صاحبتها نور، لسه جايه من شويه. طيب هروح عند اهليها عشان تاكل هي وصاحبتها. وطلعت سلمى للدور التاني وبدات تقرب من الاوضه فسمعت صوت الاغاني. الصوت كان عالي جدا وبدات تخبط كتير ولكن ما كانش فيه رد. فتحت الباب واتصدمت من المنظر، كانوا الاتنين مشغلين اغنيه شيك شاك شوك وعمالين يرقصوا. كانوا مندمجين جدا وفي عالم تاني خالص. واه واه واه، حلو جوي الكلام ده منك ليها، هزوا يا اختي هزوا، وريني كمان، ده انا هاجي ارجسكم على 1:30 دلوقتي. ليلى اتخضت جدا وقفلت الاغنيه بسرعه وبصت لها بكسوف عصبيه. ايه ده؟ مش تخبطي على الباب الاول؟ دي خصوصيه وحريه شخصيه، انا في اوضتي اعمل اللي انا عاوزاه. خبطت كتير يا اختي، بس شكلك كنتي مندمجه مع الشيك شاك شوك يلي تنشكي في وسطك منك ليها. ايه المسخره دي على الصبح؟ عايزه ايه يا سلمى دلوقتي؟ جايه الاوضه ليه؟ يلا اخلصي منك ليها عشان تاكلوا، الوكل محطوط على السفرة تحت والسخنة ومش عاوزة تأخير. طيب دقيقة وجاية وراكي. ماشي لما نشوف اخرتها معاكم يا ولاد المستشار. وسابت لهم الأوضة ونزلت. ونور اتكلمت بخوف. خلاص يا ليلى هروح انا يا حبيبتي، معلش بقى دي شكلها صعب قوي وشكلها يخوف، ربنا معاكي بجد، انا مش هقدر اقعد اكتر من كده. وسابتها وروحت بالفعل. اما سلمى تحت وعلى السفرة قعدوا الأربعة قدامهم. يلا منك ليها ناكل كده ونبقى حلوين، وكل واحد يشوف وراه ايه، اللي وراه محاضرة يذاكرها، واللي وراها درس تذاكره، واللي وراه شغل يقعد يعمل شغله. احنا هنا مش للعب والبلاي ستيشن وللتصوير وبس، والرقص كمان يا ست الحلوة. كل واحد له هدف في الحياة لازم يقوم يعمله، ويبطل بقى تفاهة. ابوكوا راجل شجيان طول عمره ومش فاضلكم اصلا، وانتوا لازم تنتبهوا لمصالحكم، والا انتوا عارفين انا هعمل ايه. مش عاوزة أحس ولا خبر لحد ما أخلص البيت كله، سامعين ولا لا؟ وسابتهم سلمى وراحت تروق البيت. أما ليلى اتكلمت بعصبية. لا أنا مستحيل أسكت على اللي بيحصل ده، على فكرة كده كتير، اللي بتتحكم فينا وكأن إحنا اللي شغالين عندها، وده دي كمان مخليها تتحكم كده براحتها.
كلهم كانوا متضايقين. كريم بصلها وابتسم ابتسامة خبز. أنا عندي فكرة عبقرية، احنا لازم نطفشها من البيت خالص عشان تمشي وتسيبنا في حالنا بقى. احنا حرين نشوف مذاكرتنا ما نشوفهاش، احنا حرين، تسيبنا وترجع لبلدها. ورد عمر. تفتكر دي هتطفش يا كريم؟ هو انت مش شايف البيت عامله ازاي؟ دول صعايده وطبعهم ناشف قوي وما بتخافش من حد. اكيد هتطفش يا عمر، مفيش حد ملوش نقطه ضعف، والستات كلهم في الاخر صنف واحد وبيخافوا من حاجات معينه. واتكلم يوسف. ايوه فعلا يا كريم، ايه رايكم نرمي عليها صرصار؟ البنات كلها بتموت وتترعب من الصراصير وبتصوت وتجري على طول اول ما تشوفه. ليلى سقفت بايديها وفرحت قوي. واو فكره تجنن يا يوسف. ماشي، شوف لنا صرصار يا يوسف بسرعه من الجنينه، وانا موافق جدا على الخطه دي. اتكلم يوسف بصدمه وخوف. نعم انا اللي اشوفه يا مامي؟ انا لا يمكن امسك صرصار طبعا، انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ليلى بصت له بطريقه. انت متأكد ان البنات بس هي اللي بتخاف من الصراصير؟ امال انت خايف ليه دلوقتي؟ انجزوا بقى وشوفوا صرصار بعيد عني، وانا معاكم في التخطيط والتشجيع، لكن التنفيذ حاجات وحاجات لا. ضحك كريم. خلاص سيبوا الطلعه دي عليا، انا هطلع الجنينه وادور ورا الشجر واجيب لكم البطل بتاع الخطه بتاعتنا. وبالفعل بعد الاكل خرج كريم الجنينه وقعد يدور لحد ما لقى صرصار كبير وحطه في علبه كبريت ورجع الصاله. لقيته يا جماعه، لقيته الصرصار جاهز في العلبه دي ومستعد للمهمه الانتحاريه. يلا بينا بقى على اوضتها. عمر وقف يتفرج عليهم من بعيد وهو مش مقتنع، بس سابهم يجربوا حظهم. وراحوا هما التلاتة قربوا من أوضة سلمى. كان الباب مفتوح وهي بتوضب سريرها، ما خدتش بالها منهم خالص. واتكلم يوسف بهمس. يلا يا عم ارميه بقى بسرعة قبل ما تلفوا وتشوفنا. خلص. كريم طلع الصرصار من العلبة ورماه بكل قوته على سلمى وجه على كتفها بالظبط. اهو جه عليها اهو. وقفوا التلاتة بره مستخبيين عن الباب، ووقفوا مستنيين صريخ سلمى وعياطها وانها تجري وتلم عليهم البيت كله وتطلب تمشي من الرعب اللي شافته. ولكن الصدمة كانت كبيرة جدا. سلمى حست بحاجة على كتفها، بصت وبكل برود مدت ايديها وبكل جرأة مسكته من قرونه وهي بتبتسم بسخرية. فتحت الباب ولقيتهم هما التلاتة، وهما كانوا فاتحين بقهم بصدمة وذهول. تفتكر يا واد يا مسهوك انت وهو اني بخاف من الصراصير دي؟ ده احنا في البلد بنلعب بيهم عاد، ده انتم عيال فافي جوي وجعتكم طين معايا. مشيت سلمى ناحيتهم بخطوات سريعه وهي ماسكه الصرصار وبتضحك بشر، اما هو بداوا يجروا الثلاثه من قدامها. ويوسف قال برعب. لا يا سلمى وحياه ابوكي ابعدي عن البتاع ده. سلمى جريت ورا يوسف وفجاه راحت راميه الصرصار جوه التيشيرت بتاعه من عند الرقبه. طب خد بقى عشان تبقى تحرم تعمل حركات العيال دي عاد. اما يوسف فضل يتنطط في مكانه زي المجنون وهو بيصرخ وبيشد في التيشيرت وبيشد في شعره. شيلوه من عليا هيموتني يا مامي ده بيمشي على ظهري، الحقوني يا ناس الحقوني اهو. عمر دخل عليهم الصاله في الوقت ده ولقى منظر يوسف اللي كان بيموت من الضحك والعبط اللي هو فيه. قوم يا اذكى اخواتك وبطل عبط بقى، فضحتنا والبت علمت عليكم كلكم. اما ليلى وكريم ما كانوش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك على منظر يوسف وهو بيرقص من الرعب وبيلف حوالين نفسه لحد ما الصرصار وقع على الارض وجري على بره. يلا منك ليها، بطلوا عبط بقى وتفاهه وروحوا شوفوا اللي قلت لكم عليه، كل واحد يشوف مصالحه. يلا نجروا قدامي، اللي هسمع حسه ولا صوته ولا اشوفه ما بيذاكرش وبيلعب قبل بكره الصبح لاكون معلقاه من رجليه قدامي. يلا على غرفكم. الشباب من الخوف ما لقوش مفر غير ان كل واحد يدخل اوضته. اما سلمى حست بانتصار. ناس تخاف ما تختشيش، عيال فافي بصحيح. وبدأت سلمى تروق البيت وعملت شغل البيت كله لحد ما الفيلا بقت بتبرق. وبعد حوالي ساعتين وصل فؤاد الفيلا. دخل وهو تعبان من شغله، ولكن دخل لقى الدنيا نظيفة جدا والفيلا ريحتها معطرة وجميلة. واستقبلته سلمى. الحمد لله على السلامة يا سعادة المستشار، نورت بيتك وفيلتك. الله يسلمك يا سلمى، ايه الهدوء ده كله؟ امال فين العصابة؟ مش باينين يعني. ما تجلكش واصل يا باشا، العيال كلهم فوق في غرفهم كانوا بيذاكروا ومظبطين الدنيا ومفيش اي حس عاد والبيت كله تمام التمام. يعني عملوا معاكي اي حاجة ضايقتك؟ حصل منهم اي حاجة؟ شافوا مذاكرتهم وشافوا اللي وراهم؟ والله يا باشا ديني بقيمهم وبحاول. هيشوفوا مصالحهم يعني هيشوفوا مصالحهم ولا يكون عندك فكر. اخيرا جبت لكم اللي يظبطكم يا صياعين، ومن هنا ورايح مفيش دلع تاني. تعالي يا سلمى اقعدي، عاوزك في موضوع مهم. بصي يا بنتي، انا جالي شغل طارئ ومضطره اسافر من بكره الصبح بدري. السفريه دي هتقعد يومين بالظبط. عايزك تخلي بالي من البيت ومن الاولاد وخدي حذرك منهم، تمام؟ لان هم اكيد كارهينك في الفتره دي. خدي بالك منهم ومن نفسك كويس. سافر وانت مطمن يا سعاده المستشار وكل حاجه هتبقى تمام. انا واثق فيكي يا سلمى وعارف انك ب100 راجل، ما تقلقيش. انا معاكي دايما على التليفون لو احتجتي اي حاجه، وانا متاكد ان البيت في امانتك هيبقى احسن ما يكون. يلا تصبح على خير عشان الحق انام ساعتين قبل ما اسافر.
وانت من اهل الخير يا سعادة الباشا، ترجع لنا بالسلامة يا رب. وسلمى كمان راحت اوضتها علشان تنام. وتاني يوم الصبح بدري جدا صحيت سلمى، كان فؤاد ماشي خلاص وسافر، ودخلت سلمى المطبخ تجهز الفطار وسابتهم يصحوا النهارده براحتهم عشان ما يكونش ضغط يومين ورا بعض. وفي غرفة يوسف كان كريم قعد ولبس التيشيرت بتاعه وبنطلون الخروج، اما يوسف كان جاهز هو كمان وبيلبس الكوتشي بتاعه. واتكلم يوسف: يلا يلا يا كريم، فرصتنا، البنت شكلها في المطبخ وابوك سافر خلاص، يلا بينا نخرج نفك شويه عن نفسنا مع صحابنا. انا جاهز يا جو، يلا بينا نطلع من باب الوراني اللي في الجنينه عشان البنت دي لو شافتنا هتعمل مننا شاورما. واتسحب يوسف وكريم من غير ما يعملوا اي صوت، وخرجوا فعلا من باب الوراني وجريوا على بره من غير ما هي تاخد بالها خالص. اما عند عمر خرج من اوضته وكان لابس لبس كاجوال بسيط، كان ماشي رايح المطبخ يشرب، وفجاه سمع صوت عياط مكتوم واطي جدا وبيتكلم بحزن. وكانت سلمى: حاضر يا ابوي ما تجلكش، واصل، انا زينه والله وهجيب لك الفلوس كلها عشان تعمل العمليه الكبيره دي وكل حاجه هتبقى تمام، ملناش غير بعض يا ابوي ما تجلكش، لو احتجت اي حاجه او التعب زاد عليك ابعت لي على طول وانا هتصرف، المستشار هنا رجل طيب قوي واعطيني مرتب زين وهيغطي كل مصاريف العلاج والدكتور والمستشفى وهتبقى زين وهتوقف على رجليك من تاني، ما تجلكش، واصل، بتك ب100 راجل ومحدش يقدر يكسرها يا ابوي. عمر وقف ورا الباب بره مذهول ومصدوم من الكلام لبس قلبه جدا، وحس ان كل النظرات اللي كان شايفها انها حاده ومفتريه اتغيرت تماما. عارف انها بنت رقيقه وشايله هم جبل ومضطره تستحمل كل ده عشان خاطر ابوها العيان، صعبت عليه جدا وحس بنغزه في قلبه تجاهها. فجاه سلمى قفلت الخط ومسحت دموعها وكانت هتروح على اوضتها، بس اول ما طلعت من باب المطبخ اتخضت ولقت عمر قدامها، اتكعبلت في السجاده الصغيره اللي قدام الباب وكانت هتقع من الخضه، ولكن عمر في ثانيه حط ايده ورا ظهرها ومسكها قبل ما تقع على الارض. عيونهم جت في عيون بعض وفضلوا واقفين لثواني في صمت. الهيبه والقوه اللي كانت في عيون سلمى اختفت وبقى مكانها خجل وكسوف شديد. عمر كان بيبص لها بنظره كلها حنيه واعجاب حقيقي بالموقف الانساني اللي سمعه، واتوترت جدا وبعدت عنه وزقته. شكرا يا سي عمر، خلي بالك بعد كده ما تقفش ورا الابواب كده، خضتني. العفو يا سلمى، سلامتك انتي وخلي بالك بعد كده، وانا اسف ما كانش قصدي اخضك ابدا، انا بس كنت معدي بالصدفه. سلمى سابته وطلعت على فوق وهي دقات قلبها سريعه جدا ومش فاهمه ايه الاحساس ده. وعلى ميعاد الغدا كانت هي واقفه في المطبخ بتحضر لهم الغدا والاكل، وبعد وقت طلعت بره لقت ليلى قاعده وبتبص بلا مبالاه للتليفون بتاعها. واتكلمت سلمى: امال فين يوسف وكريم؟ ليه مش باينين من الصبح؟ لسه نايمين لحد دلوقتي قعد ولا ايه؟ ده احنا جربنا على العشيه اهو. ليلى وهي بتقلب في تليفونها ببرود: لا يا سلمى، انا كنت شايفاهم من كام ساعه كده لابسين وخارجين بيتسحبوا من ورا الجنينه، مش عارفه خرجوا فين بالظبط، تلاقيهم هربوا وراحوا يبقى يشوفوا اصحابهم ويستمتعوا شويه بدل الحبسه اللي احنا فيها دي. سلمى اتصدمت: يا لهوي يا لهوي، خرجوا من غير ما يعرفوني ومن ورا الباشا كمان؟ ده الباشا لسه مسافر الصبح، ده الباشا لو عارف كده هيبقى غلط ومقصره في شغلي والجمانه اللي سابها لي. يا لهوي يا لهوي، هيروحوا فين العيال الصيع دول؟ سلمى كانت متوتره جدا وعماله تروح وتيجي في الصاله، والرعب هيموتها على شغلها وعلى العيال اللي لحد دلوقتي لسه ما جوش والدنيا ليلت. عمر قرب منها: اهدي بس يا سلمى، ما تقلقيش، مش هسيبك لوحدك في الموقف ده، انا عارف ممكن يكونوا فين، تعالي معايا وانا هروح اجيبهم. تسلم يا سي عمر، يلا بينا بسرعه قبل ما يعملوا اي مصيبه تانية. ركبوا العربيه هما الاتنين وهو بيحاول يساعدها: انت قلت لي هتبقى عارف مكانه، بسرعه شويه يا سي عمر، بسرعه شويه، وانت عارف مكانه ما يبقى فين؟ اكيد هيروحوا في نايت كلاب من صحابهم بيسهروا فيه طول الليل في الزمالك او المهندسين، مفيش مكان تاني يهربوا ليه في الوقت ده. وسلمى اتصدمت: يا مري في الكباريه، يا مري عيال المستشار في الكباريه والرقص والمسخره دي، سوق يا سي عمر سوق بسرعه يا مريانه. كتم عمر ضحكته على كلماتها وسائب اقصى سرعه لحد ما وصلوا قدام نايت كلاب كان مشهور جدا. نزل عمر وسلمى ودخلوا المكان، كان زحمه جدا، وسلمى كان شكلها غريب جدا وهي ماشيه وراه في المكان ده لانها الوحيده اللي كانت محجبه ولابسه محتشم فيه. المكان جوه كان ضلمه والانوار الحمراء والزرقاء عماله تلف وسط المكان، وصوت الاغاني الشعبيه والاجنبيه عالي جدا. سلمى كانت بتبص حواليها بقرف وذهول، مش مصدقه ان في ناس عايشه بالشكل ده. اما عمر بدا يدور وسط الزحمه والناس اللي بترقص، وفجاه جه شاب من الموجودين وكان باين عليه ان هو سكران، شاف سلمى بعبايتها واقفه مستغربه، قرب وغمز لها بقله ادب: يا قمر اللبس العجيب ده، انت جايه تعملي عمره هنا ولا ايه؟ تعالي 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 ارقصي معانا وفوقي كده.
سلمى كانت لسه هترفع ايديها عشان تديله بالبنية على وشه، ولكن عمر لمح الموقف، عروقه برزت من الغضب، هجم على الشاب ومسكه من هدومه وبكل قوته قعد يضربه بالبوكس، طير سنانه في الهوا وضربه حتة علقة سخنة خلت الشاب يقع على الأرض ومش قادر ينطق، والشباب كلهم كانوا واقفين يتفرجوا. اللي هيقرب منها هقتله، فاهمين يا زبالة انتوا؟ سلمى بصت لعمر وفرحت جدا من جواها، حست بسند ورجولة حقيقيين، ما بقتش خايفة طول ما هو واقف جنبها. أما عمر كمل تدوير لحد ما شاف إخواته واقفين وسط البنات وباين إن هما مش في وعيهم أبدا، مش دريانين بالدنيا وعمالين يرقصوا بهبل ويغنوا مع الأغاني بكل تفاهة وضياع. راح عمر ناحيتهم بغضب أعمى وسلمى وراه، مسك كريم من قفاه ويوسف كمان من دراعه وزقهم بكل قوته، أخدهم على بره. يلا يا صايع منك ليه قدامي حالا على العربية، المسخرة والفضيحة دي لازم تنتهي، كان أبوك عنده حق والله، انتوا تعروا أي حد. كريم كان بيضحك ببلاهة ومش دريان. ايه يا عمر يا حبيبي، تعالى مرقص معانا شوية، سيبك من النكد ده. ايه ده البت سلومة هنا. اخيرا فكيتي يا حلوة، يلا بينا، ده انت هتنبسطي موت. سلمى قربت منه واديته بالقلم على قفاه. سلومة لما تسلم روحك يا واد يا صايع يا ضايع انت، يلا قدامي على العربية بدل ما اعمل معاكم اللي ما عملتوش في حياتي واخليك فرجة للمكان كلاته، اخلص ياد منك ليه. مسكهم عمر وسلمى وشدوهم بالعافية على العربية. أما التانيين في دنيا تانية من كتر الشرب خرجوا بيهم برا المكان، وسلمى ركبت جنب عمر وطاروا بالعربية ورجعوا على الفيلا. أول ما دخلوا صالة الفيلا شالهم عمر ورماهم على الكنب وناموا من كتر ما هما كانوا سكرانين ومش في وعيهم، ناموا من كتر التعب. واتكلم عمر. الحمد لله ان احنا لحقناهم قبل ما تحصل مصيبة اكبر وبابا يعرف. معلش يا سلمى تعبتك معايا النهاردة، انا اسف اني وديتك مكان زي ده، وما تقلقيش انا معاكي في اي حاجة ومش زعلان منك في اي قرار، بابا كان عنده حق. تعبك راحة يا سي عمر، بجد انت طلعت راجل وسند وما قصرتش معايا واصل، ربنا يخليك ويبارك فيك، لولاك انا كنت ضعت في بلدكم دي. لا ابدا انت ضفتنا، وصدقيني انت صح، كلامك هو اللي صح، اخواتي هم اللي فعلا مش عارفين مصلحتهم. يلا تصبحي على خير. دخل كل واحد على غرفته عشان يرتاح بعد عناء يوم طويل، والفيلا رجعت هادية والكل نايم وكله كان مستني رجوع المستشار فؤاد. وتاني يوم لما قامت سلمى، قامت وشافت كريم ويوسف الاتنين قاعدين بيعيطوا والدموع نازلة على وشهم، كل واحد فيهم مغير هدومه وعمالين يصلوا، وكانت مستغربة جدا. ايه يا واد منك ليه؟ حصل ايه في الدنيا؟ ايه اللي خلاكم تفوجوا لنفسكم كده وتعرفوا مصلحتكم؟ ده انا ما شفتش حد فيكم بيركعها. فضلت واقفة مربعة ايديها ومستنياهم يخلصوا، واول ما سلم يوسف وخلص كريم كمان قرب منها كريم. جالنا تليفون النهارده الصبح ان واحد من اللي كانوا معانا سهرانين في النايت كلاب عمل حادثة عشان كان شارب وسكران، وهو ماشي اتقلبت بيه العربية ومات. خفنا قوي يا سلمى، خفنا دي تكون النهاية بتاعتنا احنا كمان. وكمل اخوه. انا مش عارف كان ممكن يحصل لي ايه لو انا مت وانا سكران امبارح وعمال اهزر مع البنات، كان ممكن اموت يومها، دي حاجه ما تمنعش ابدا ان ربنا يقبض روحي على الوضع ده. الحمد لله يا رب، الحمد لله ان ربنا اداني يوم جديد، يوم اتوب فيه، يوم اقرب فيه لربنا، يوم ابعد فيه عن المعاصي. اختهم كانت نازله من فوق وسمعت الحوار ده ودموعها نزلت. بجد انا كنت خايفه عليكم بس كنت عارفه انكم هترجعوا بالسلامه، انا مش عارفه ازاي ممكن الواحد يموت وهو بيعمل معصيه. احنا لسه صغيرين وممكن ما نموتش دلوقتي، بس لما عرفت ان صاحبكم مات دلوقتي خفت قوي. هو ممكن ربنا يغفر لنا يا جماعه استهتارنا ده والاغاني واللعب والهربده وان احنا اصلا ما بنصليش ولا بنركعها؟ قالت سلمى بحكمة. طبعا يغفر لك يا ليلى، ده ربنا هو الغفور الرحيم، ربنا بيفرح بتوبة العبد أكتر من العبد نفسه، وترك الصلاة ده من أعظم المعاصي، وكمان عقوق الوالدين، يعني أبوكم لما يقعد يتكلم معاكم وينصح فيكم وانتوا ما تسمعوش الكلام وتخالفوه وتوجعوا قلبه، ده من أكبر العقوق، من أكبر المعاصي والله يا ولاد. انتوا ما تعرفوش قيمة الأب كبيرة ازاي، أنا أمي برضو متوفية زيكم وأبويا عيان بين الحياة والموت، وده اللي خلاني أسيب الصعيد وأجي لحد هنا كل المسافة دي من غير حتى ما أطمن عليه، عشان محتاجة المرتب، عشان أبر أبويا، عشان يعيش ويقف على رجله من تاني. زادت دموع ليلى وقربت من سلمى وحضنتها جدا، أما هما كانوا لسه واقفين متأثرين جدا من موت صاحبهم. واتكلم يوسف. ربنا يشفيه يا رب يا سلمى، أنا متأسف إن إحنا كنا وحشين جدا معاكي، ما كنتش عارف إنك بتعملي كل ده عشان خاطر مصلحتنا، يمكن ربنا عمل كده وخلى صاحبنا ده الله يرحمه يموت عشان إحنا بس نعتبر، ربنا يرحمه ويغفر له، الله يرحمه بقى، ربنا عالم بحاله. بعد إذنك يا سلمى هلبس أنا وأخويا عشان نروح نعزي فيه.
ايوه طبعا لازم تروح تعزي وواسي اهله واخواته، ده واجب، ده واجب وما ينفعش تتاخر عنه ابدا. وبالفعل راح كريم وعمر ومعاهم يوسف، لبسوا وراحوا العزا عشان يعزوا اهل صاحبهم دوت. ومن بعد موقف الموت ده عدت الأيام والأسابيع على أبطالنا، والفيلا حالها اتشقلب تماما. يوسف وكريم بعد الموضوع دوت التزموا جدا وبقوا يعملوا لسلمى ألف حساب، وكمان ما يسيبوش فرد، وكل واحد فيهم عارف مذاكرته. أما عمر بقى دايما يروح الشركة وياخد باله من الشغل ومن الموظفين في خلال غياب أبوه. وليلى بدأت تصحى بدري من النوم وتساعد في البيت، وتبعد شوية عن السوشيال ميديا والسهوكة والدلع اللي كانت فيهم. وفي وسط الأيام دي كلها كانت في مشاعر تانية خالص بتكبر في صمت، كانت تجاه عمر، لأن عمر دايما كان جنتل معاها وكان بيساعدها، وكان بالنسبة لها مثل أعلى. يروح شركته ويجي ويتوضى ويصلي، يقعد في البيت يلم إخواته ويتكلم معاهم. وفي نفس الوقت سلمى تعمل لهم أحلى فشار ويقعدوا مع بعض قعدة حلوة كلهم. كان الجو عائلي جدا، وكان في تحمل المسؤولية من سلمى ومن عمر. أما عمر ما كانش بيشيل عينه من على سلمى أبدا، ودايما كانت في باله البنت السعودية الجدعة اللي ب100 راجل، اللي شايلة هم أبوها العيان، دخلت قلبه وسكنت فيه، وبقى يشوف فيها شريكة حياته وأم أولاده اللي هتحافظ على بيته ومستقبله. وبعد كام يوم رجع المستشار فؤاد من سفره، دخل الفيلا وهو مستعد لأي مصيبة كالعادة، ولكنه اتصدم لما لقى يوسف وكريم وليلى وعمر قاعدين في الصالة بكل أدب وبيتناقشوا باحترام. وأول ما شافوه قربوا كلهم عليه، سلموا عليه وحضنوه. ويتكلم كريم: بابا وحشتنا قوي يا بابا، احنا اسفين على كل اللي احنا عملناه، عرفنا قيمتك قوي، وعرفنا ان احنا كنا طايشين ومش متحملين المسؤولية، سامحنا يا حبيبي، سامحنا على وجع قلبك بسببنا. واتكلم يوسف: فعلا يا حجوج احنا اسفين جدا، والشدة اللي سلمى شدتها علينا عرفتنا ان الحق حق، والبيت ده ليه حرمة، وانت تعبت وشقيت عشاننا كتير قوي، سامحنا بقى يا حجوج. فؤاد ابتسم بفرحة واخدهم في حضنه: مسامحكم يا ولادي طبعا، وانا دلوقتي بس حسيت ان عيالي بقوا رجاله بجد وهيرفعوا راسي وسط الناس. كتر خيرك يا سلمى يا بنتي، عملتي اللي ما قدرتش اعمله في سنين. ربنا يخليك يا سعاده المستشار، حضرتك ابو الرجاله كلها، ربنا يحفظهم لك يا رب. انا دلوقتي يعني مهمتي انتهت، ربنا يبلغك السلامه، ولادك عندك اها، وانا كنت قد الامانه. اتقدم عمر خطوه قدام لباباه: بابا الحمد لله على السلامة يا حبيبي، بما ان كل حاجة اتظبطت والبيت بقى تمام، انا طالب منك طلب وبتمنى توافقني فيه. عاوز اتقدم للأنسة سلمى واتجوزها، هي البنت الوحيدة اللي خطفت قلبي وبقت كل دنيتي، بصراحة اتعودت عليها وشايف فيها الزوجة الصالحة ليا. رد فؤاد اللي وشه نور: يا زي ما اخترت يا عمر يا ابني، سلمى بنت جدعة جدا ومفيش احسن منها لبيتنا. قولي لي يا سلمى، ايه رأيك يا بنتي؟ سلمى وشها احمر من كتر الكسوف: الرأي والشورى لأبويا يا سعادة المستشار، الحاج ناصر هو اللي يقرر في الحاجات دي، واصل أنا ماليش دخل. وبالفعل بعد يومين سافر المستشار فؤاد وعمر معاهم، وكمان ليلى ويوسف وكريم، وطلعوا كلهم على الصعيد لبيت الحاج ناصر أبو سلمى. دخلوا البيت البسيط وسلموا على الحاج ناصر اللي صحته بدأت تتحسن بفضل الفلوس والعلاج اللي سلمى كانت بتبعتهم. واتكلم فؤاد: يا حاج ناصر، أنا شرفني ويسعدني أطلب إيد بنتك الغالية سلمى لابني عمر، مهندس محترم وبيحبها وعارف قيمتها جدا. سلمى بنتك كانت قد المسؤولية وحافظت على بيتي في غيابي، وإحنا نطول يا سيادة المستشار، أنا مش هلاقي لبنتي راجل أحسن من ابنك، على بركة الله يا فؤاد بيه. نقرأ الفاتحة. قروا الفاتحة كلهم واشتغلت الزغاريد في البيت، وسلمى وعمر كانوا فرحانين جدا. واستأذنهم عمر وقعدوا في جنبه هو وسلمى: عارفة يا سلمى، أنا من يوم ما سمعتك بتكلمي والدك وبتبكي علشان علاجه، عرفت قد إيه أنت حنينة وجواكي قلب ألماس. ويوم ما دفعت عنك في المكان ده وأنا عرفت إن مش هقدر أعيش من غيرك أبدا، لأني ما استحملتش بس حد يبصلك بصة كده ولا كده. أنا بحبك يا سلمى وبموت فيكي قوي. ردت سلمى بكسوف: وأنا كمان يا عمر حبيت شهامتك ورجولتك ووقفتك جنبي من أول يوم، لولاك كنت ضعت جدا في مصر. وفجأة وبدون أي مقدمات دخل يوسف وكريم وليلى معاهم وهم بيضحكوا، ويوسف ماسك في إيده حلة وغطا وفضل يخبط بيهم جامد جدا وبيقول بصوت عالي: الطابور يا شحوطة، الساعة بقت 6 الصبح، يلا عجلينا فورا. فاكرين يا ولاد؟ فاكرين الذكريات الجميلة دي؟ وكريم ضحك بقوة: مبروك يا برنس مصر، والله وقعت في حب الست سلمى. اما ليلى سقفت: واو يا جماعه، الرومانسيه دي اوت اوف فاشون خالص، يا ريت تراعوا مشاعر السناجل شويه. عمر ضرب كف على كف وبص لهم بغيظ شديد: اهم يا ستي، جم مفسدين اللحظات السعيده دايما، بوظتوا عليا احلى واجمل لحظه في حياتي اللي منكم لله. يلا يا سلمى، يلا نقوم نربي العيال دول، شكلكم نسيتوا ايام الصحيان بدري الساعه 6 الصبح.
كلهم ضحكوا جدا، وسلمى ضحكت وهي بتبص لعمر وحست إنها بقت وسط عيلتها. وبعد أيام عملوا الفرح واتجوزوا وعاشوا مع بعض في سعادة وهنا. ولحد هنا وانتهت قصتنا، واستنوني في قصة جديدة. سلام.